السلام عليكم. لا فيديو ديال اليوم لا فوكاتشا، فباش غادي نوجدوها غادي نحتاجوا الدقيق الابيض او فرينه 00 او تي 45. فالسكر والخميره غادي نديرهم في جهه، الملحه في الجهه الاخرى. غادي نحركهم متباعدين، عاد غادي نخلط كلشي في مره بشويه بشويه. كنزيد الماء دافي وانا كنحرك، فكيف ما كتشوفوا كنجمعها غير بلا سباتيول، ما كنعجنش نهائيا بيدي حتى كترون هكا العجينه وكتجمع. فغادي نغطي عليها ونخليها 10 دقائق 15 دقيقه. كنفزك هكا يدي وكنبدا كنقلبها كيف ما كتشوفوا معايا. فتبداوها من اليمين من اليسار، فكيف كيف غير المهم تقلب. فغادي نولي نغطي عليها ونولي نرجع لها مور ب 10 دقائق كيف ما قلت لكم 15 دقيقه. فهاد الطريقه هذه غادي ديروها 3 المرات. المره الثالثه غادي تقلبوها وتغطيو عليها وتخليوها حتى تخمر مزيان مزيان ويضاعف الحجم ديالها كيف ما غادي تشوفوا معايا. فتقريبا انا كتجيني كيف العجينه ديال السفنج. فمن بعد ما كتخمر فغادي ندير هكا الزيت في الطاوه وغادي نقلبها، فما غاديش نخرج داك الهواء اللي كيكون فيها، غير غادي نقلبها نخويها وغادي نبدا هكا كنقلبها من كل جهه. غندهنها بالزيت ونغطي عليها وننساها نخليها حتى تخمر مزيان. فمن بعد كنعري عليها كنبدا هكا كيف ما كانت الطريقه هذه اللي كندير. فكنولي كنحشي فيها يدي كنجبدها. المهم كيف ما كتشوفوا غادي ندير شويه ديال الزيت وغادي نبدا هكا بحال كنحفرها بيدي. رشه ديال الملحه والفران يكون سخون مزيان مزيان على 200 درجه وكندخلها للفران. وهذا هو الشكل ديالها. فمع واحد الكاس ديال اتاي كتجي شي حاجه زوينه بزاف. وتقدروا ديروا هكا سندويتشات بالدجاج بالافوكا المهم كيف ما بغيتوا، فيها افكار كثيره بزاف. وصلنا التالي ديال الفيديو، نلقاكم على خير والفيديو جديد ان شاء الله.